يا رتيبة، انت اللي اسمك رتيبة، يا رتيبة. يا اخي حرام عليك يا اخي، عايز انام. ما تنام يا اخي، هو في حد حيشك؟ انام ازاي وانت مشغل الجعوره دي؟ يا رتيبة، رتيبة. خير يا سي مسعود؟ ممكن تقولي لي ده ايه؟ قميص. يا سلام، ما انا عارف اللي هو قميص. طب ولما انت عارف ان هو قميص بتندهلي ليه؟ انا عايز اسالك سؤال واحد بس، انت بتغسلي القميص ده بايه؟ فجأة ما لقيتش ياقة ولقيت القميص متنسل وما فيهوش ولا زرار، انت بتغسلي ايه؟ مية نار؟ وانا هعمل لك ايه؟ القميص ده من كتر غسيل والمكوى، ارحمه وارحمني واشتري لك قميصين ولا 3. ماشي يا رتيبة، انا بعد كده هغسل القميص ده بايديا، هغسل كل هدومي بايديا، حقك عليا يا رتيبة. يا رتيبة روحي شوفيها عاوزة ايه، وتنيلي اعملي لي الفطار بتاعك، هتسنن قبل ما اروح الشغل. يقطع رتيبة وسنين رتيبة. يا رتيبة. ايوه يا ست عواطف. نعم. ساعة ولا منادي عليكي؟ يا رب توب عليا من ده بيه. ايه؟ بتقولي ايه؟ مش سامعاكي. لا ولا حاجة. نعم. الحمام فاضي؟ فاضي. استني ما خلصتش كلامي. استنيت. عندك بلوزة جوه على السرير، تاخديها تكويها علشان خارجة بيها. حاضر. اسمعي لسه ما خلصتش كلامي. نعم. أول ما أخلص حمام تكوني محضرة لي بيضة مسلوقة نص سوا وكوباية لبن وعليها ربع معلقة سكر، ماشي؟ خلاص خلصتي كلامك؟ مش ناسي حاجة تانية؟ امشي. امشي رتيبة يا رتيبة. صباح الخير يا ماما. صباح الخير. فين رتيبة؟ ايه بتقولي ايه؟ مش سامعاكي. طبعا مش سامعاني من الزفت اللي شغال ليل ونهار ده. حرام عليكي يا ماما، ليه طفيتيه؟ ارحمينا انت شويه. حرام عليكي انت. مزيكا وتنطيط ليل مع نهار لما كرهتينا في عشتنا. اولا يا ماما ده ما اسموش تنطيط، ده اسمه ايروبيك عشان احافظ بيه على رشاقتي. وثانيا بقى لو مش عايزاني اتنطط في البيت ايدك على 150 جنيه اشتري بيهم في النادي. ما هو زميلاتي في الجامعه مش احسن مني. هو انا هعرف اخد منك لا حق ولا باطل يا بنت حفناوي؟ ما انت طالعه على ابوك يا اختي. اتنططي وبيقابليني لو فلحتي السنه دي في الجامعه. هفلح يا ماما وبكره تقولي. بأمارة ايه يا روح ماما؟ لا الامارات كتير، اولا حلوه واموره ومجنونه زي بابا يا اختي. يا رتيبه يا رتيبه يا رتيبه. شوفي مين هيعبرك ولا هيرد عليك. ايه يا بنت؟ بدل في مالطه؟ ما انت مش سامعاني؟ لا سامعاك يا ست هانم. امال ما بترديش ليه؟ ما انت عارفه اللي انا فيها يا ست هانم، وبعدين فوق ده وده انا عارفه انت هتسالي عن ايه. موال كل يوم الصبح. غسلتي الغسيل يا رتيبه؟ غسلته يا ست هانم. شغلتي الغساله يا رتيبه؟ شغلتها يا ست هانم. كويتي قمصان البيه وسي مسعود والدكتور يا رتيبه؟ كويتهم وركبت لهم كمان الزراير الناقصه يا ست هانم. حضرتي الفطار يا رتيبه؟ اديني بحضر فيها اهو يا ست هانم. يخيبك يا رتيبه، انت جننتي يا بنت ولا ايه؟ يا رتيبه يا رتيبه، عارف بيروحوا فين دول؟ حاجه تجن. يا رتيبه. صباح الخير يا بابا. صباح النور. صباح الفل يا بابا. تعال هنا يا ولد، انت رايح فين دلوقتي يا عزيز؟ هروح فين يعني؟ اروح الاجزخانه، داخل الحمام طبعا. هو انتوا ما بيحلالكوش دخول الحمام الا ساعه ما اصحى؟ ما تبقوا تصحوا بدري شويه. ولا ايه يا بابا؟ هو دخول الحمام عيب ولا ايه؟ حاجه غريبه قوي. اتفضل بس اعمل لك كلمه شويه. يا رتيبه. يا سلام يا سلام على جمالك يا بنتي يا عواطف. بقى بالذمه في راجل يستاهل الجمال ده؟ بابا. نعم. قبضت؟ لسه. يا رتيبه. اصل انا معيش غير 10 جنيه وعندي محاضرات النهارده لغايه الساعه 6 بعد الظهر. والمطلوب؟ كلك نظر. حاضر. اتفضلي. ايه ده؟ 5 جنيه بس؟ مش عاجباكي هاتيهم. لا خلاص، اهي نوايا تسند الزير. بابا عشان خاطري يا بابا شوف لك حل في قله السيوله في البيت دي. اعمل لك ايه؟ انت الست والدتك مش عايشين على قدكم، مش عارف ليه. صباحنا وصباح الملك لله. اما مش انا احسن عن اذنك يا بابا. فطرت يا بنت؟ ماليش نفس خالص.
شرتيبة. صباح الخير يا انسه عواطف. صباح النور. انت ان شاء الله رايحه الكليه؟ متهيألي كده. غريبه، انا كمان رايح الكليه بالصدفه والله. لو تحبي أحب إيه؟ اني اوصلك في طريق يعني. خايفة عليك من زعل الست مامتك. اطلاقا، ماما مش هتزعل اطلاقا، بالعكس دي هتبقى في منتهى السعاده لو عرفت ان انا وصلت. كده مادام بقى الست مامتك هتفرح ان انت وصلتني، وصلني. اتفضلي اتفضلي. Mummy's scared of heights. Oh no! You don't have to. You can wait here. No, you'll need me to fix والله ما يحصل ابدا طول ما انا عايشه على وش الدنيا. اتكلمي نفسك يا تفيدة. من اللي انا فيه هطق هولع. من ايه يا تفيد؟ من ايه؟ بسلامتها بنت عايده وحفناوي حط عينها على المحروس محمود ابننا، وانا اقول جراله ايه الوقت في الايام الاخرانيه؟ ايه اللي نابه؟ ايه؟ بيحبها؟ حبها بورس هي والعقرب امها، قال بيحبها قال. ما تسيب الواد يا تفيدة على راحته بقى، يحب ويتحب، الواد كبر خلاص، سيبيه بقى. يعني ايه؟ انا اربي واسهر واكبر واعلم واطفح الكوته، وبعدين تيجي الست بنت عايده تاخده مني كده تخطفه على الجاهز؟ لا ما يصحش، غلطانة طبعا. ده كلام ده المفروض كانت تيجي تستأذنك وتستسمحك وتدفع لك مهره. انت بتتريق يا صابر؟ ما حاجة تجنن صحيح. ايه يعني لما الواد يحبها وهي تحبه ويتجوزوا؟ واجوزها له ليه؟ بمناسبة ايه؟ تحتكم على ايه؟ ده هيلا ابوها حتة موظف حكومة. ابوها مدير عام. يا فرحتي يا اخويا، طب ما انت طلعت على المعاش وانت وكيل وزارة قد الدنيا. ايه اللي جد علينا؟ بلا وكسة اديك موظف زي الافات غيرك. يوم لما ربنا يحن علينا بولد زي محمود ابني معيد في الجامعة ومترشح انه يروح بعثة المانيا ياخد دكتوراه، وباذن الله هيسافر ويرجع منصور ومجبور الخاطر، هو ما جوزوا البنت عواطف دي بنت عايده. امال عايزه تجوزين مين يا تفيد؟ اجوزه الواحده تليق بيه، واحده متريشه معاها فلوس، حسب ونسب يتسند عليه، انما الست عايده دي هي اللي عايزه تتسند على ابنك يا حبيبي، هي والعيله كلها هيجيبوه الارض ان شاء الله هيوكسوه معاهم. لا ده نجوم السما قرب لك من ابني يا ست عايده. صباح الفل، صح النوم. ايه اللي انت عامله ده؟ القميص ده بتاعك. ما انا عارف انه بتاعك وانا قلت بتاعي يعني. ولما هو بتاعي لابسه ليه اصلا؟ معلش يا دكتور، حاله طوارئ، القميص بتاع الياقه بتاعته بس ده يبقى ايه، اروح الشغل بالفانيلا ولا ايه؟ تروح بالفانيلا، تروح من غير الفانيلا، مش شغلي، انا ما احبش حد يلبس قمصان. اقلع. الله الله ايه يا دكتور، في ايه؟ بقول لك حاله طوارئ. بقول لك اقلع يا القميص. دكتور عيب كده. يا ماما يا بابا شغال اهو. طب ايه رايك بقى ما نشعلعه واعلى ما في خيرك ركابه، ده انت الدكتور جلياط بصحيح. انا اللي جلياط، انا اللي عايش سفلاء وبرمي بلايا على الخلق. بتاع اللحمه والبسبوسه. يا ماما يا بابا يا رتيبه. ايه ده بتناديلي رتيبه؟ ايه في ايه؟ ايه الغاغه اللي انتوا عاملينها على الصبح دي؟ البسها هاني وانا نايم وفتح دولابي وسرق قميص من قمصاني. سامعين؟ شايفين دي الفاظ واحد متعلم يقولها؟ انا عايز افهم، انت خدت منه قميص ولا لا؟ ايوه بابا خدت، ما حصلش حاجه، مضطر اعمل ايه؟ ما احنا اخوات برضه. لا في دي بقى مش اخوك. عيب يا عزيز، في ايه لما اخوك يستلف قميص من قمصانك؟ ايوه ما انت لازم تدفعي له، ما المحروس هو اللي بيجيب لي كبر اللحمه والحلويات، بس انا عارف بيجيبها منين وازاي. انت هتقع عليا ولا ايه؟ كله منك انت يا وش المصايب. انت كده تخليني اللص ولا ما تسوعش تتريق عليا؟ ما انت لو ما كنتيش بتمسكي الياقه وتدعكي فيها لغايه الياقه بقت زي المنخل. بقول لك ايه يا اسم مسعود، ما تطلعش زربينك عليا، وبدل يا اخويا ما تؤمر وتتامر روح اشتري لك كام قميص غير فيه. ايه يا بنت قله الادب دي؟ وانت مالك ومال الكلام ده؟ خشي شوفي شغلك. رتيبة عندها حق،
اخوك موظف زيه زيك ومكفي نفسه، اشمعنى انت اللي عايز تفلقه؟ هو دكتور يا بابا. انا ما حيلتيش غير مرتبي، يعني زي اي موظف، لا بشتغل في عياده ولا عندي عياده. ما هو ده اللي معذبني، مرتبي اكبر من مرتبك، لا بعرف اشتري بنطلون ولا قميص وانت شغال على ودنه قميص بنطلون كولونيا. انا عمري ما شفت دكتور متفرغ للكولونيا زيك يا بابا. ابوس ايدك عشان خاطري، بيع الارض بقى عشان ربنا يكرمنا، ابوس ايدك يا بابا. بلاش بص البنطلون يا بابا، خلاص دايب اهو. البنت لو مسكته ادته ضحكه هيبقى زي المركن. الله جرى يا اخوانا، ومحدش معبرني ولا ايه؟ امشي مالت بقى ولا ايه؟ بتقري في ايه دلوقتي يا انسه عاطف؟ ما بتقريش في حاجه دلوقتي؟ ابدا، يا دوبك البحث وصفحه الحوادث في الجورنال. لا لازم توسعي دايره معارفك، تقري كل يوم. انا شخصيا يوميا على الاقل بقرا لي 3 ساعات. عظيم، هايل، ربنا يديك الصحه. امبارح وقع بين يدي كتاب ظريف جدا، لازم اديهولك تقريه، هيفيدك جدا، اللي هو ديمقراطيه الاثينيين وارهاصات الديمقراطيه عند جون لوك. نعم، بتقول ايه؟ ديمقراطيه الاثينيين وارهاصات يا عم ارحم، ده احنا الصبح، بلاش الكلام المجعلص ده. طيب تحبي اكلمك في ايه يا انسه عاطف؟ كلمني عن اي حاجه ما تشوشرش على دماغي. معلش انا لسه رايحه محاضره القانون المدني دلوقتي. يا رب يخليك، وان كان ولا بد يعني كلمني عن ماتش كوره، عن شريط فيديو اتفرجت عليه. الحقيقه انا لا ليا في الكوره ولا بحب اتفرج على شرايط فيديو. امر لله، قول اللي انت عاوزه. ديمقراطيه الاثينيين وارهاصات الديمقراطيه عند جون لوك بتتحدث عن الاتي: جيزة عتبة تحرير عتبة، اركب عتبة تحرير عتبة. جيزة عتبة تحرير عتبة، عتبة تحرير عتبة، جيزة جيزة عرب، جيزة عتبة تحرير عتبة، عتبة تحرير عتبة. توكل على الله يا اسطى، العربية كملت. جيزة صباح الخير. صباح الفل. دكتور عزيز اخويا، انت اللي هتسوق؟ ايوه يعني هو انت اللي ايوه هوا ده الشبابيك، حد يديني كوبايه نعناع. انا فين؟ يلا يا اخوانا، كل حي يروح لحاله، واللي كان في عربيه الاسطى عزيز يركب غيرها. يلا عتبه تحرير عتبه. انت عزيز اخويا صح؟ صح يا مسعود. وانا مسعود اخوك صح؟ صح يا مسعود. طب ما دام هو صح، الدنيا مالها حالها اتقلب كده ليه؟ هم صحوا منك بكالوريوس الطب؟ لا. يبقى طردوك من المستشفى؟ برضه لا. يبقى اتجننت صح؟ يا مسعود يا اخويا افهمني، انا بلا الفخر العائل الوحيد اللي في العيله دي. اهدى بقى كده وحاول تفهمني. اولا كون ابقى دكتور وفي نفس الوقت سواق على العربيه ميكروباص بالنفر، ده ما يعجبنيش، انا ما بعملش حاجه غلط. يا ابني عيب، ده انت دكتور. يا جدع انت افهمني بقى، البلد بقت مليانه دكاتره، والطب يعني ممارسه دراسه وابحاث، وانا حيالله لسه متخرج، يعني لا اسم ولا صيت ولا خبره ولا نايم لي على قرشين افتح لي بيهم عياده، يعني زي اي موظف بس بلقب دكتور. اعمل زيك بقى، احط ايدي على خدي واستنى المرتب اول كل شهر، ولا انام واحلم اقول ابويا هيبيع الارض ويديني نصيب اتسند عليه؟ اعمل ايه غير اللي انا عملته عشان اعيش واكون نفسي، عشان احقق اللي اي شاب بيحلم بيه، انه يتجوز ويبقى له بيت واولاد. يا مسعود انا ما عملتش حاجه غلط. الله، وابوك وامك، ده ابوك ممكن يتشل فيها، وامك بقى وده على ضمانتي اكيد هتجيلها سمحه صدريه. مفيش حلاوه من غير نار، وانا مش خايف من حاجه بقى قد ان هم يعرفوا قبل ما نهد لهم. وعشان من فيك كبيره مسعود، خليك جنبي. خليني جنبك بالبساطه دي كده، لله في لله يعني ولا ايه؟ انت هازي. بص يا حبيبي بقى، الضروره لها احكام. اسمع كلامي عشان احبك واسمع كلامك. طلبات. اولا تديني اي حاجه امشي بيها نفسي.
ماشي خد. ثانيا بقى، وده الاهم، ما تقفلش دولابك تاني، ها؟ عشان اما عاوز اي حاجه افتح الدولاب واخده، واي حاجه تجيبها تجيب لي زيها. امري لله. ثالثا بقى، وده الاهم، انت ابن حلال وطريقك كله مسافلت ما فيهوش مطبات. كنت عايز اسالك سؤال يعني عشان مشكله هتقابلني. لما احب اناديك اقول لك يا دكتور عزيز ولا يا اسطى عزيز؟ ما تفرقش. عتبة حفناوي يا حفناوي يا رموش الحليوة احبابي يا احبابي يا خدود الحليوة. خير يا حفناوي، لابس ومتأنتك، على فين العزم ان شاء الله؟ وانت شفتيني مرة قبل كده لابس البيجامة وراح بيها الشغل؟ بكره المستخبي يبان واعرف السبب. سبب ايه بس يا عايدة فهميني؟ على القلاجه اللي انت فيها والشياكه والزقططه وحفناوي يا حفناوي وكرافته المقلمه والبدله ام لونين. وهو حرام عايدة؟ حرام الواحد يبقى لابس نظيف ورايق؟ لا مش حرام، بس حرام واحد في سنك يعرف واحده غير مراته. بتهيالي احنا كبرنا يا حفناوي. انا مش فاهم انت تقصدي مين يا عايدة؟ بقصد السنيوره اللي بتشتغل عندك في المكتب، هاله اللي بتكلمك كل يوم في التليفون وتقعدوا تتوشوشوا طول الليل. يا عايدة يا حبيبتي، مش كل واحدة تتصل بيا بالتليفون وتكلمني يبقى في بيني وبينها حاجة. اللي ربى خير من اللي اشترى يا حفناوي. لازم تفتكر دي ولا تحب افكرك؟ ولا تفكريني ولا افكرك. ان كان على الكرافتة ادي الكرافتة، ان كان على المنديل وادي المنديل. عن اذنك انا ورايا شغل. حفناوي عايزة ايه تاني يا عايدة؟ عايزه فلوس. ما معيش، فتشيني. مش شغلي، انا حجزت قماش تنجيد وهنزل اشتريه. ولزوم ايه قماش التنجيد بس يا عايدة؟ هي فشخرة وخلاص. ما انت ولا على بالك، مش عارف ان بنتك كبرت وعلى وش جواز وبكره العرسان يخبطوا، ومش معقول طبعا ندخلهم بالطقم المقيح ده. فعشان كده انا هشتري قماش تنجيد وسجاده ونجفه وهبيض الشقه كلها. كل ده ب 300 جنيه اللي بقبضهم كل شهر. كلك نظر يا حفناوي بيه. نظر ضعف يا عايدة، ايه اللي في دماغك؟ ما بدهاش نبيع حته الارض اللي في البلد. نبيع حتة الأرض؟ هو كل واحد فيكم يكلمني يقول لي نبيع حتة الأرض؟ أبيع حتة الأرض إزاي؟ هبقى منظري إيه قدام أهل البلد لما يشوفوني بعت حتة الأرض اللي وارثها عن أبويا وجدي؟ ده لو أبوك وجدك شافوا الهم اللي إحنا فيه ده كانوا باعوك أنت كمان. عايدة عايدة إيه؟ عايز تسيبنا في الدار كده وتقف تتفرج علينا؟ الواد الكبير جزمته دابت في رجليه ومش عارف يشتري له لا بنطلون ولا قميص، والواد التاني يا حبة عيني متشحتف في المستشفيات وأنت تقدر تفتح له عيادة. ولا البنت يا روح قلبي اللي حيلتنا، البنت اللي حيلتنا هنجوزها إزاي؟ هنجوزها منين؟ ما هو عشان كل اللي أنت قلتيه ده أنا مش هبيع الأرض، لأن لو بعتها فلوسها هتتفرتك على الفشخارة والمنظرة الكدابة اللي أنتوا عايشين فيها، وهم القرشين بيجوا إيجار منها بيسندوا في المرتب وأجرة الشغالة اللي أنت مصممة تجيبيها مش عارف ليه. أنت هتجنني يا راجل، أنت هتجنني. هي دي فلوس؟ دي ملاليم. عارف إنهم ملاليم، إنما هم بيسندونا. والعلم الأرض دي أنا مش هبيعها إلا إذا لقيت مشروع مضمون أحط فيه فلوسها. عن إذنك.
عملت حاجه غلط؟ ما دام حضرتك زعلان مني ابقى اكيد عملت حاجه غلط. الميزه اللي فيك يا هاله ان انت تفهميها وهي طايره. كان غصب عني صدقني. قال لي نكته ما قدرتش امسك نفسي من الضحك. قدام العملاء يا هاله. عارفه اني غلطانه وعشان كده بكرر اسفي. الولد ده ولد مش كويس، ولد له سوابق كتير مع الموظفات اللي موجودين هنا، وانا قلقان عليكي. انت مش زي كل الناس اللي هنا، انت عارفه اخلاقك كويسه وانا واثق فيكي تماما، وانت عارفه معزتك عندي قد ايه. عارفه يا استاذ حفناوي، وعشان كده بقول لك ما تقلقش عليا، انا مش صغيره. لازم اخليه يبيع الارض. احنا هنحوش ولا نكوش على ايه يا اختي؟ عشان العيال. مالهم العيال يا اختي؟ العيال عندهم اللي يكفيهم وزياده، ودول صغيرين والدنيا قدامهم. الدور والباقي علينا احنا. انا مش من حقي نعيش، مش من حقي ان يبقى ليا عربيه بسواق واتنين شغالين يخدموني واصيف في قبرص واشتي في الاقصر واسوان. ليه يا اختي؟ هي الارض يعني تجيب كام؟ لو رميناها كده يا ست تفيده تجيب مليون ونص. قلتي كام يا اختي؟ مليون ونص. اصلها كانت ارض زراعيه دخلت في كردون المباني. كوبايه ميه يسترك. رتيبه يا رتيبه يا اللي ما تتسميش، كوبايه ميه. قفلت التلفزيون ليه؟ انا بقى كنت بتفرج على الكرتون. بلا كرتون بلا زفت. اسمع بقى اما اقول لك، اسمعني كويس وركز معايا لحسن انا خلاص هفرقع. الله مالك يا تفيد؟ كنت فين وجايه مع بعيبه كده؟ سقتني يا اخويا القهوه وسممت لي دماغي وبدني. قال ايه؟ وانا اللي كنت خايفه لحسن بعدين يخطفوا الواد ويجوزوه لبنتهم. طب ما ياخدوه، ما يخطفوه، ما يجوزوه، مستنيين ايه؟ مالك يا تفيده؟ في ايه بس فهميني، انا مش فاهم حاجه. 1.5 مليون. لا اله الا الله، لا اله الا الله. مالك يا تفيده؟ حاسه بايه؟ ها؟ لو باعوا الارض هيقبضوا 1.5 مليون. لا ما يصحش ابدا يا عايده، ده احنا طول عمرنا جيران يا حبيبتي، والميه ما تفوتش على العطشان ابدا. محمود لعواطف وعواطف لمحمود، دي مش عايزه حسابات. صح يا صابر؟ صح يا تفيده، ولو اني مش فاهم حاجه ابدا. 130 140 150. معقول يا اخوانا؟ كل قضيه وانت طيب يا عم، مرتب منور في ايدك. مرتب ايه يا حبيبي؟ 150 جنيه يعملوا ايه؟ ده ولا قد دول 10 مرات يطلعوني من الازمه اللي انا فيها. بقول لك ايه؟ احنا هنقبض امتى تاني؟ يدينا ويديك طول العمر، دمك عمر تاني بحاله شهر 30 يوم. كل شهر بيغير حساب البوفيه قبل الفلوس ما تتم من ايدك. والحساب البوفيه ده كام؟ 40 جنيه، هات 30 ويبقى لي 10. قد كده صعبان عليك؟ اتفضل يا سيدي، ادي 40 جنيه بجنينه. تشرب يا صاحبي. انت بقى 50 جنيه بتوع الجمعيه يا مسعود. هي الجمعيه دي انا قبضتها؟ ايه اللي واخد عقلك يا تناب يا مسعود؟ ده انت قابضها اول واحد فينا. ايوه سلام، ما تعرفيش انا وديت الفلوس دي كلها فين؟ انت بتسالني انا ايدك على 50 جنيه بتوع الجمعيه دول قبل ما تنسى، وبفتكر على مهلك. لا ما مش معقول بقى كده يا اخوانا، مش معقول كده. 150 جنيه ما اقدرش منهم اي حاجه، لا عارفه اجيب قميص ولا بنطلون. انا رايي بقى عزيز اخويا، لا كده بقى ما ينفعش. لازم ابويا يبيع، لازم يبيع الارض. طيب بالاذن يا اخوانا، السلام عليكم. لا وايه؟ يفضل لابد لي ورا باب شقتهم، واول ما يحس ان انا خارجه عنها ويروح خارج لي على طول ويقول لي صباح الخير يا انسه عواطف. اقول له صباح النور. رايحه الكليه يا انسه عواطف؟ اقول له ايوه. يقول لي طيب تسمحي لي اوصلك يا انسه عواطف؟ اقول له ماشي.
وعنها يا ستي ويفضل يتهته لي طول الطريق ويقول لي ماما قالت لي، انا قلت لماما، كأني مفيش في الدنيا دي غيره وغير الست والدته. طب وانت ايه اللي جابرك على كده؟ التوصيلة يا حبيبتي. اي نعم عربيته مهكعة وقديمة شوية، لكن هعمل ايه؟ ارحم من المواصلات وسواقين التاكسيات. يا خوفي لا يقع في قرابيزك وتتجوزيه. لا يا حبيبتي، ده انا عواطف حفناوي. وعموما هانت كلها كام يوم وبابا يبيع حته الارض. عارفين يا ولاد، اول ما بابا يبيع حته الارض ويديني نصيب منها هعمل ايه؟ هتفتري اكتر ما انت مفتريه. ما تستنوا ما نشوف المفتريه دي بتفكر فين. هتعملي ايه يا عواطف؟ جري على اقرب اجنس عربيات، وعينكم ما تشوف الا النور. هشتري احدث عربيه زبون ويكون لونها احمر، وهاخدها واطير. ياه، دي هتكون بيتي وحبيبي ودنيتي. يا ولاد، اوصلك يا انسه عواطف. حل عن سمايا بقى. انا مش فاهم اصحاب ايه الهم اللي انت ملموم عليهم اليومين دول. كل يوم والتاني عايزه ورقه لحمه فيها 3-4 كيلو. ايه فاتحها سبيل انا؟ خلاص يا بابا، اذا كان الموضوع ده مضايقك بلاش منه. ما هي حاجه تجنن. طب ما يجوا يشتروا. يا بابا اللي انا بعمله لك ده نوع من انواع الدعايه، المره دي ببلاش وبعد كده يجي يشتروا منك ويبقوا زباين المحل. ناقص دعايه انا ولا عايز زباين؟ ده انت بيه حد تعلق ما بتقعدش ساعه. حد يلاقي لحمه؟ انا غلطانه مش عايزها. خلاص يا موزه خلاص، ما تقوقيش. خد يا موزه، نار ونار في جدة اللي هياكلهم. معقولة عمايلك دي يا موزة؟ ألف أنا وشفا يا حبيبي. أيوة بس كده أنت بتحرجيني يا موزة، بتحرجيني. هزعل منك لو قلت الكلام ده تاني يا مسعود. خلاص بقى هدفع الفلوس دلوقتي حالا وإلا مش هطلب منك ولا طلب. اتفضلي. ما تقولش كده يا مسعود، هو في فرق بيني وبينك؟ أيوة يا موزة، بس أنا خايف لا تكوني فهماني غلط. أنا اللي بيخليني آخد لحمة من عندكم القطعية بتاعت أبوكي حلوة قوي. شوف يا موزة، أنا أكلت لحمة كتير وقليل، عمري ما دقت لحمة حلوة إلا من عند أبوكي. أمال تقول إيه بقى لما أبويا يبعت لحمة لبنته وجوز بنته؟ ولما نتجوز يا مسعود هفطرك لحمة واغديك لحمة وعشق. يا ريت يا موزة، يا ريت. ويا ريت ليه يا مسعود؟ شد حيلك انت وتعالى كلم ابويا بكره. وبعدين يا موزة، انا قلت لك بدل من مره مليون، قلت لك مستني بس حته الارض تتباع اخد نصيبي وبعد كده ابقى اجي احط ايديا في ايدين ابوكي وتبقى موزة لمسعود ومسعود لموزة. بس انا كنت عاوز اطلب منك طلب. ولا بلاش 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 بلاش. تعدمني لو ما قلتش يا مسعود. يا موزة ما تحرجنيش يا موزة اكتر من كده. تعدمني قول. الواد عزيز اخويا الدكتور عجبته قوي الريش اللي انت جبتها لي الاسبوع اللي فات، فنفسه ياخد منها الاسبوع ده. عيني يا مسعود، بس هدفع فلوسها دلوقتي حالا وفورا. هزعل منك يا مسعود لو عملت كده. لو سمحت يا موزة ما تحرجنيش. ما تقولش كده يا مسعود. اخر مرة يا موزة. اخر مرة يا مسعود. انت بتحرجيني. يا رتيبة انت مين؟ مش سامعة جرس الباب يا رتيبة؟ يا ساتر عليكي. قلقتك مش كده؟ لا ابدا يا ست تفيدة، اتفضلي. انا اصل طقت في دماغي النهارده اعمل كشك، قلت لا يمكن ابدا اكله لوحدي، لازم اجيب طبق الاستعاده علشان تدوقوا هي والاولاد. انت عارفه بقى كشك تفيده لا يعلى عليه، مطرح ما يسري. وليه التعب ده كله؟ يا اختي ما فيش تعب ولا حاجه، ده اللي بيتي ببيتك. طب اقعدي معانا بقى نتغدى سوا، حفناوي والولاد زمانهم جايين. لا معلش، وقت تاني، الايام جايه كتير. ابقي حضرتك شرفينا نشرب القهوه سوا. من عينيا. فوتك بعافيه. الله يعافيكي. يا ترى مخبيه ايه يا تفيده؟ بكره اعرف ايه اللي في دماغك. يا رتيبه، رتيبه، يا رتيبه. ايه ده؟ ايه اللي بتعمليه ده يا رتيبه؟ زي ما انت شايفه يا استهانه. اوعي يكون اللي بفكر فيه صح. طول عمرك بتفهميها وهي طايره يا استهانه. تعالي هنا، يبقى جرى في مخك حاجه. طب ليه؟ ليه يا صبر ايوب؟ بقى بعد كل اللي بيجرى لي في البيت ده بتقولي لي ليه؟ انا خلاص زهقت مليت، واللي زاد وغطى بقى ان انا كرهت اسمي. طول النهار والليل واصوات الخمسه في نفس واحد، يا رتيبه 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 رتيبه، اقطع رتيبه واليوم اللي اتسميت فيه رتيبه. رتيبه يا رتيبه يا رتيبه.
ايوه اتفضل. ايوه يا استاذ حفناوي، حضرتك طلبتني؟ انت عندك بوسطه ولا حاجه تطلبيها؟ لا مفيش الا شويه مستخرجات وتصديقات بره لسه بيحضروها. حضرتك عاوز تمشي ولا ايه؟ ها؟ لا ابدا مش همشي او حاجه، انا كنت بعد عشان اقول لك ايه، اصل الله انت واقفه ليه يا هلا؟ ما تقعدي معايا شويه، ولا انت وراكي حاجه بره في المكتب؟ اقعدي اقعدي يا هلا اقعدي. انا هلا يعني ما اعرفش، انا بطمن لك ليه وبحب اتكلم معاكي كتير. يمكن يعني عشان ظروفي انا الخاصه ان انا لوحدي، ما فيش حاجه اقعد اتكلم معاه وافضفض له باللي جوايا، عشان كده بقى تاني استنى اكلمك واقول لك. انما قولي لي هلا، انت بتعملي ايه بعد ما بتروحي من هنا؟ ولا حاجه، بفضل قاعده في البيت من ساعه ما اروح لحد تاني يوم، واقعد الف وادور حوالين نفسي من اوضه لاوضه، وفي الاخر بقعد قدام التلفزيون لحد ما يكبس عليا النوم. زي تمام بالظبط. انا هلا ببقى زي كده كمان، بفضل الف حوالين نفسي مراغر، احنا في حاجات كتير مشتركه بينا هذا. استهدي بالله يا رتيبة علشان خاطري، مش هخلي حد ابدا يندى عليكي ولا حتى ينطق اسمك في سره. انا محتاجاك يا رتيبة عشان خاطري. مش قد ما انا محتاجه نفسي يا ست هان، وبعدين بقى انا ايه اللي هيديني على الغلب ده كله؟ لا يا نفسي ولا كنت لقيتولي في الشارع. رتيبة رتيبة هلا ممكن اجرب اطلب منك طلب؟ بس ابوك يعني ما تفهمنيش غلط. انا اصلا بستريح لما بتكلم معاكي، بحس انك انت قريبه مني. ارجوكي اوعي تفهميني غلط. كده بقى يبقى انت معرفتنيش يا استاذ حفناوي، ومعرفتش قد ايه معزتك عندي. صحيح يا هلا، انا ارد على التليفون؟ سيب التليفون دلوقتي يا هلا وخليك في الحته دي. حفناوي رد بقى يا حفناوي. رتيبة سابت البيت يا حفناوي، البيت هيبقى خرابة يا حفناوي. يا ساتر، رد بقى عليا يا حفناوي. هلا ممكن اقول لك يعني احنا نقدر نخرج مع بعض ونقعد في اي حته؟ عندي حاجات كتير قوي عاوز اقولها لك، عايز اقول لك وتقولي لي واحكي لك وتحكي لي. ايه رايك؟ موافقه؟ الله الله، حلو قوي صينيه البسبوسه دي، حلو قوي. طول عمري اقول ان ابوكي ده احلى حلواني موجود في البلد. ولسه يا مسعود، امال لما تدوق بقى عيش الطريه اللي بابا بيعمله بكره هجيب لك صينيه وتدوق. لا ده كتير قوي يا سكر، عشان خاطري ما تحرجنيش يا سكر. بص يا سكر، انا مش هاخد الصينيه دي الا لما ادفع فلوسها دلوقتي حالا. معقوله يا مسعود اللي انت بتعمله ده؟ يا سكر من فضلك ما تحرجنيش. مسعود ما تخلينيش ازعل منك وما تشوفش وشي تاني. ايوه بس كده كتير يا سكر، كتير قوي. بس يكون في علمك بقى، بكره اما تجيبي صينيه عيش السرايا انا مش هاخدها الا لما ادفع فلوسها ومقدم دلوقتي. مسعود بلاش تعمل كده يا سكر، بلاش كده. طب قلت لك عشان خاطري يا مسعود. ايوه حبيبتي، خاطرك غالي عليا قوي، بس انت عارفه المسائل الماديه دي انا بتكسف منها قوي. مفيش فرق يا حبيبي ما بيني وما بينك، بس انت شد حيلك بقى وغلاوتك هيحصل باذن الله. اول لما نبيع الارض هاجي على طول لابوكي واحط ايدي في ايده يا جميل. يلا شكرا. قولي لي يا سكر، شغل ابوكي في الحلويات مكسبه حلو يعني؟ هو حلو بعقل، ده بيكسب ذهب. معقوله يا سكر؟ دي صنعه وارثها ابويا ابا عن جد، عملوا منها كتير وشويات. ابويا بدأ بالمحل اللي ورثه عن ابوه، وبعدها بكام سنه كان فاتح فروع للمحل في كل مكان، ميه ودقيق وسكر وبيع. يعني الحلواني ولا الجزاره مكسبها اكتر؟ انت بتسأل السؤال ده ليه؟ لا ابدا، اصلها حسبه محيراني حبتين. حسبة ايه دي اللي محيراك؟
لما ربنا يكرمنا واخد نصيبي من بيع الارض عايز اعمل مشروع كبير قوي. جزاره ولا حلواني؟ ودي عايزه حسبه. خش على الحلو طبعا، ده كفايه انه حلو ومكسبه حلو. انت بتتكلمي جد يا سكر؟ انا مش عاوز احسبها غلط، خدي بالك اصل الجزاره دي مغذيه قوي. الحلو اكتر صدقني. يعني مش ممكن الاتنين مع بعض؟ حلواني وجزاره مش ممكن طبعا. ويلا بقى يا مسعود عشان اتاخرت. طب لحظه واحده بس، هروح الحمام واجيلك على طول. ها؟ المكان هنا جميل قوي ويشيل فيا حاجات كتيرة. على كده بقى انت بتيجي هنا كتير؟ لوحدي وغلاوتك يا هالة. يا سلام، ابتسامتك حلوة قوي ومريحة قوي يا هالة. ده انت اللي كلامك حلو ومريح قوي. إلا قولي لي يا هالة، ايه رأيك فيا؟ من ناحية ايه؟ يعني هل من حقي يعني أنا إني أحب وأتحب؟ ده انت ألف من تتمناك. طيب وسن؟ لعلمك بقى اللي في سني ما يعجبهمش غير الراجل اللي في سنك. يعني أنا مثلا لو اتقدم لي شاب في سني هرفضه، لكن لو اتقدم لي راجل في سنك عمري ما هقول لا. حتى لو كان متجوز؟ أفضل كتير إني أكون الأخيرة في حياة جوزي على إني أكون الأولى ويتجوز علي. يا سلام، عقلة هالة، وده اللي شددني ليكي. يلا سكر. الحمد لله على السلامة يا دكتور عزيز. في ميعادك بالظبط. ايوه بس خسيت النص واتقطع نفسي. ليه؟ انت عملت كام فردة؟ عملت 5 فرق وكنت هشرب في السلسله لولا اللي خفت اتاخر. عتبه بولاء ولا عتبه، عتبه بولاء ولا عتبه، طول النهار انزل زباين واركب زباين، انزل زباين واركب زباين، لما خلاص خلصت. اديك وقعت بلسانك، عملت 5 فرق. في 50 قرش نقدر نقول كده بالبركة 40 جنيه ايدك. عبير ما تفتريش عليا يا عبير. لا بقول لك ايه، المشوار لسه قدامنا طويل، عايزين عيادة وشقة والعيادة قبل الشقة. العيادة قبل الشقة؟ طب تيجي ازاي دي بس؟ زي الناس، شقة هنعملها عيادة وناخد أوضة نتجوز فيها، ايدك بقى. طب ومصروف؟ هديهولك. وغدايا؟ عاملة حسابي. اتفضل. لا استنى، الغلة الأول. اتفضلي يا ستي. اتفضل. بالهنا والشفا. ايه رايحة فين؟ هبعت لك الشاي والعيانين. شغل تاني؟ هو طول النهار شغل شغل شغل. هنعيط من أولها
بجد يا عبير نفسي اعيط. ايه ده؟ مالكم؟ مبلمين كده ليه؟ ما تتصرفوا واعملوا حاجة. اياك متهيأ لكم ان شاء الله ان انا اللي هخدمكم. لا، اللي عايز حاجة يقوم يعملها بنفسه. اللي يوسخ طبق يروح يغسله، الغسيل يغسله بنفسه. انا لا، مش معقول بعد العمر ده كله هفضل اخدمكم ولا ايه يا حفناوي؟ ها؟ اوعى يا حبيبي تكون مفكر انك هتديني الطرشه زي عوايدك. لا، ده انا بقولها بعلو صوتي، انا اخدم لا لغايه ما تشوفوا لكم خدام. وعلشان تصدقوني بقى، الغدا النهارده لا ولا اي يوم تاني لغايه ما تيجي شغاله. يا ماما يا ماما، واللحمه اللي انا جايبها ودافع فيها دم قلبي. كلها نيه يا روح ماما. انا اكل لحمه نيه ليه؟ جنينه حيوانات؟ انا مش هخدم حد كده يعني باظت كمان الغدوه بالاذن. ما انا عارف الليله من اولها واليوم من اوله ماشي ازاي. على فين يا روحي؟ رايح الحمام. عاوز السؤال دي لخلة ولا لازم اخد فيها اذن انا كمان؟ ده ايه اليوم العجب ده؟ هي الدنيا مالها ملطشه معاك كده ليه يا مسعود؟ الصبح اخويا والظهر ابويا. الله، فيها ايه الدنيا؟ الدنيا مالها اتقلب كانها كده ليه؟ الواحد بقى مش عارف مين فينا الكبير ومين فينا الصغير، مين مع مين ومين ضد مين. لا، الواحد خايف لا يتعدي ويبقى زيهم مجنون. استرها معانا يا رب. انت بتعمل ايه؟ بعمل ايه ولا هعمل ايه؟ وضح كلامك يا بابا. تقصد ايه بوضح كلامك يا ولد؟ انا عارف، عشان اجيب لك من الاخر بقى. انت خايف وقلقان، لا احكي لهم على اللي شفته. ها اسمع يا ولد، اوعى تفهمني غلط. لا يا بابا خلاص، فهمني انت الصح. ايوه دي كمل حضرتك. ارجوك من فضلك ما تقاطعنيش. هو انا اتكلمت يا بابا؟ ايوه دي موظفه جديده اللي عندي في المكتب، وعندها ظروف عائليه في البيت واهلها يعني ومشاكل ويا مسهل يعني. لقيت يعني من واجبي يعني ان انا باعتباري كوالد يعني ان انا اشور عليها وانصحها. في الكازينو يا بابا. هي خلاص ما لقيتش صدر حنين في المصلحه غيرك. الكلام ده بقى تقوله لماما، انما انا لا. اسمع، تصدق ما صدقش، صلى عنك ما صدقت. ما هو ده يا حبيبي اللي حاسس في نفسي ان انت بابا حبيبي تقف قدام الموقف ده وتبرر موقفك. انا ما بررش موقفي، انا عارف بعمل ايه وعارف حقوقي وواجباتي وعارف اللي واللي عليا. انما تقدر تقول لي انت كنت بتعمل ايه في الكازينو؟ مين اللي كانت معاك دي سكر، ابوها اكبر حلواني موجود في البلد، وبعدين هتبقى مراتي. مراتك منين يا حبيبي؟ هو الجواز ده كده بالساهل؟ هو مش فيه مصاريف؟ ما هو حكايه المصاريف دي بعد اذن حضرتك مش قلقاني، لاني واثق ومتاكد انك هتبيع الارض، ويا ريت بقى نبني بالحب جالي بقى. عارفه يا انسه عواطف، لو حد له فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى اللي انا وصلت له كوني معيد ومرشح لبعثه للدكتوراه في المانيا، تبقى ماما. كانت طول عمرها تقول لي يا محمود يا دودي انت غير كل العيال يا حبيبي، اوعى تنزل تلعب معاهم في الشارع. وبالفعل لما كبرت لقيت نفسي غير كل العيال. ويا ترى الست مامتك ما قالتلكش تعمل ايه في العربيه المهكعه بتاعتك دي لما تعطل بيك في الشارع؟ لا طبعا قالت لي، واكيد هفتكر دلوقتي. ثانيه واحده. قالت لك ايه يا محمود؟ قالت لك ايه يا قالت لي اركنها يا حبيبي جنب اقرب تليفون وكلمني اقول لك تعمل ايه. وقف يا جدع. انا بقى هقول لك انا هعمل ايه على ما تتصل بالست مامتك. هي ثانيه واحده بس، راحه فين؟ هتعملي ايه يعني؟ هسيبك واخد تاكسي. ما يصحش كده. لا نبي يا اخي لو سمحت كمل زق بعد اذنك. انت بتاكل ايه؟ بسبوسه. طب اديني حته. اديني حته يا ابني. اتفضل. ما انا جايب لكم فخده ضاني محطوطه في الثلاجه. ايه ده؟ شايلها على قلبي ودافع فيها الشيء والشويات.
خلي ماما تعملها لك. ماما امك لو انطبقت السم على الارض مش هتخش المطبخ تاني. يعني ايه هنجوع بقى ولا ايه؟ عارف يا ابني انا هوصل كمان بعصر انام الظهريه دي كنت متغدي. طب يا بابا ما تشوف لنا شغاله تيجي تخدمنا. منين يا ابني؟ شغاله منين؟ هو في حد لاقي شغالات اليومين دول؟ يعني ايه هنفضل كده هنجوع كده على طول العمر يا بابا؟ والله معاك. طب اقول لك ايه يا ولد؟ سمعني عافيه. بقول لك ايه؟ ما تفتح الثلاجه وتشوف لنا حته لحمه تسلقها ولا تشوحها. انا ما بعرفش اعمل غير شويه شاي بس. زي تمام بالظبط. انا ما بعرفش اعمل حاجه اخر، والمصيبه كمان البت عواطف عمرها ما دخلت ابدا المطبخ. يعني ايه اتحكم علينا بالجوع؟ حرب التجويع بدات يا بابا. بابا ما تشوف لنا شغاله عشان تيجي تخدمنا. طب كشك اوعى كشك. ده مش بني ادم، ده كرهني في نفسي، ده ممل يا ماما. انت بتتكلمي عن مين؟ المحروس ابن طنط تفيده. لعلمك بقى يا ماما انا مش هروح الكليه تاني غير لما تجيبوا لي عربيه. انا ما عنديش استعداد اتبهدل كل يوم في الرايحه والجايه عشان خاطر حته توصيله. لانك الارض مش هتتباع عشان حضرتك تركبي عربيه وست امك تتفشخر وتدهن الشقه وفضوها صغيره بقى. ما تعكرش مزاجي. السما يا ماما عاجبك كده؟ دي بقت عيشه تاثر العمر. يا رتيبه يا رتيبه انا جعانه عايزه اكل في الغدا. رتيبه تعيش انت. ماتت؟ لا مشيت وسابت البيت ومفيش اكل. كمان ازيك يا استعايدي؟ حاج سليم عاش من شافك. غالي والطلب رخيص. اذا كان على الشغاله اللي حضرتك طالباها موجوده، واذا كان على مشتري الارض موجود راخر. ارض ايه يا حاج سليم؟ الارض اللي حلالها في البلد. ومين قال لك ان انا هبيع ارض؟ لا انا اخر مره وانا بجيب الايجاره بتاعت الارض الست عايده قالت لي يعني لو لقيت مشتري للارض يبقى قول لي، وده اللي جابني. الارض مش هتباع يا حاج سليم. لا هتتباع يا حفناوي. مش هتباع عايده. هتتباع يا حفناوي. هتتباع يا جماعه وصلوا على النبي. امال اتفضلوا بس. ايه ايه انتوا فكروا بماله. بدل المشتري فيه 2 و3 و4. واذا كان على شغاله من العندي قبل العندي شغاله هديه اسمها ظريف، وهي ظريف ادب ايه اخلاق ايه، قطه مغمضه ولهلوبه تشيل البيت. بس اهم حاجه ما تعاملوهاش على انها شغاله عندكم. Thank you.